السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من مرقد أبي أيوب الأنصاري. أردت من خلال هذه الزيارة القصيرة لتركيا أن أضعكم أمام معلم تاريخي وحضاري إسلامي، وهو مسجد أبي أيوب الأنصاري ومرقده. هنا يرقد صحابي جليل. أيها الأحباب، من هو أبو أيوب الأنصاري؟ تابعونا لتعرفوا قصة هذا البطل. أبو أيوب الأنصاري هو خالد بن زيد الخزرجي المدني اليماني، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي استضاف صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة في دار. يقال أن الذي بنى هذا الدار هو التبع اليماني، وهو ملك حمير وحضرموت، واسمه أسعد الحميري. وهذا الملك الذي كان يملك أغلب الجزيرة العربية قرر أن يذهب لينتقم لابنه الذي قتل في يثرب، فأقسم أنه سيذهب ويهدم هذه المدينة. فلما وصل إلى هناك خرج إليه حبران من أحبار يهود وقال له: لا تفعل، إنها مهاجر لنبي آخر الزمان. ووعظاه فتأثر فآمن بهذا النبي، ثم عاد وذهب إلى الكعبة وطاف وكسى الكعبة وأنشد قصيدة وجدت في دار أبي أيوب الأنصاري، قال فيها: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، ولو مد عمري إلى عمره لكنت أخا له وابن عم، وجادلت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم. إذن فهو الملك اليماني الذي أسلم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بما يقارب 600 عام وقيل 300 عام. وجدت هذه الأبيات في بيت أبي أيوب الأنصاري. إذن هذه هي علاقة أبي أيوب باليمن. فما هي علاقة أبي أيوب بأسوار القسطنطينية؟ كان أبو أيوب الأنصاري من عشاق الجهاد في سبيل الله، ما ترك غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزاها. ولما مات صلى الله عليه وسلم واصل جهاده، وكان أيضا من أشياء علي رضي الله تعالى عنه، وقاتل معه وولاه على المدينة أميرا. وبعد أن كون معاوية جيشه بقيادة ابنه يزيد لغزو القسطنطينية، أبى أبو أيوب الأنصاري إلا أن يكون مع هذا الجيش. كان الصحابة يتعصبون للحق لا للأشخاص، فأينما كان الحق فثم وجهتهم. اتجه أبو أيوب الأنصاري برغم أن عمره يزيد عن 80 عاما، وأبى إلا أن يكون من الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فتحرك معهم ووصل إلى هنا، وإذا بالأجل يأتيه في وقته الذي قدره الله عز وجل، فيلقى الله عز وجل غازيا في سبيله. هنا صعدت روحه إلى السماء، وهنا دفنت جثته في هذه الأرض. أيها الأحباب الأجلاء، من هذه القصة لهذا البطل العظيم نستفيد أن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفوا بأن الله رضي عنهم ورضوا عنه ووعدهم بالجنة وهم أحياء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الوحي الذي أنزل عليه، بل خرجوا مجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، شبابهم وشيبانهم، يدعون إلى الله ويجاهدون في سبيله. كم نحن بحاجة أن نضحي كذلك نحن من أجل هذا الدين، ونمتثل قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيجب علينا أن نخرج للناس بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة، سواء كان الناس في إطار الإسلام من أهل المعاصي والتخلف عن الفرائض، أو الناس الذين حجبهم الباطل عن رؤية الحق. فلا بد أن ندعوهم إلى الله، لأن هذه البشرية تحتاج إلى منقذ، ولا ينقذها إلا دين الله
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. خرج أبو أيوب وقد بلغ من الكبر أكثر من 80 عاما، فما بالنا في شبابنا لا ندعو إلى الله؟ أقل شيء أن نصلح من أنفسنا ونصلح من أسرنا. هذا ما أردت أن نستفيد من هذه القصة، وهي انفروا خفافا وثقالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.